في انتظار الجنازة، جنازة الفقيد، فقيد الأسرة الفنية الجزائرية الشيخ عطلة التي ستكون بعد عصر اليوم. نحن متواجدون دائما على مستوى الخيمة العملاقة التي نصبت بمحاذاة المنزل، الخيمة التي تحتضن واجب العزاء لروح الفقيد، فقيد الأسرة الفنية كما قلت الجزائرية. إذن فيه مواطنين حضروا من كل حدب وصوب، من كل الولايات المجاورة لولاية الجلفة من أجل المشاركة في هذه الجنازة، في أحباء وأصدقاء وعائلة وكذلك معارف الفقيد الشيخ عطلة. إذن في كذلك سلطات أمنية، سلطات رسمية، واحتمال أن يحضر كذلك الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بالخادم، إضافة إلى حديث حول احتمال حضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي. إذن فيه كثير من الفنانين حضروا هنا ممن شاركوا يعني درب ومسيرة الفنان عطلة. فيه كثير من الفنانين حضروا هنا، ربما أبرزهم الحاج الأخضر الذي يحضر معي لتقديم حضر لتقديم واجب العزاء للأسرة، وكذلك يحضر معي على المباشر هنا ربما للحديث حول الشيخ عطلة وكذلك للمسيرة التي جمعتهما، لا سيما وأنه كان فيه عمل فني كبير متمثل في عمارة الحاج الأخضر شارك فيها الشيخ عطلة رفقة الحاج الأخضر. إذن سيد أهلا مرحبا بك معنا. إذن تحضر ربما اليوم جنازة لأحد أبرز وجوه الفنية الجزائرية في الجزائر الشيخ عطلة رحمه الله. أنتم كنتم رافقتوه في كثير من الأعمال الفنية وأبرزها عمارة الحاج الأخضر. حدثنا عن الشيخ عطلة وكيف تلاقيتوا خبر الوفاة. الله يرحمك يا أحمد بن بوزيد اللي هو مدعى الفنان الصديق والحبيب عطلة. أنا راني يعني متأسف بزاف لأنني أول مرة نزور الدوار تاعو والدشرة تاعو، وتمنيت تكون في ظروف أحسن من هذه، يعني ما تكونش كما هذه، لكن فقدنا يعني عملاق فنان، يعني الله يبارك، شاعر وفنان وسياسي وأديب وعنده كل الأشياء من نوع الغناء، الصوت، الشعر، بادية، يعني بخصوص البادية، وكان يحبني بزاف وأنا ثاني نحبه أكثر. وكأني اليوم فقدت صديق وجار في العمارة، يعني حاسها بزاف، يعني ما نكذبش عليك والله. نطلب الدعاء ان شاء الله، ندعيو له الجيران هنايا، احبابه، كل ما حتى الجمهور، لانه كان يزرع البسمه ويزرع، وان شاء الله يرحم كل الفنانين اللي ماتوا من قبله واللي راهم حيين، ربي ان شاء الله ينصرهم ويفتح عليهم. كان صديق يعني. نعم الحاج الأخضر، احنا نعرف بانه الشيخ عطلة حبه الشديد للفقراء، يعني كان في كثير من المواقف سواء في البرلمان لما كان في عهده برلمانيه وكذلك خارج البرلمان في العمل الفني، كان محبوب ويحب كثيرا الفقراء. انتم كنتم على علاقه وطيده به، كيف يعني رايتم فيه هذا الشيء هذا؟ شوف، هو يعني ما نكذبش عليك، الشيخ عطلة يعني صح كما يقولوا، هو الشيخ عطلة زين الطله، يعني دوماج يا للاسف، والله يا للاسف شي ما زين رحمه الله. زين طلع. وما مشاهدينا هي مواقف يعني فيه حزن شديد، فيه حزن عميق على رحيل الشيخ عطلة، وخاصة أن الحاج الأخضر كان من أقرب أقربائه، كان يعني صديق له، ربما خانته الكلمات وربما الدموع تعبر يعني عن الموقف. ولكن كل الجزائريين اليوم رأينا أن كل الجزائريين يعني يواسون العائلة ويدعون للفقيد بالرحمة والمغفرة. هنا يحضر معي جيرانه وأقربائه وأصدقائه، ربما لديهم ما يقولونه. سيدي أنت من أصدقائهم، ماذا تقول عن الشيخ عطلة؟ ربي يرحمه الحاج الأخضر، إنسان صديق وصاحب وحبيب، إنسان فيه الخير وخدم الخير الكثير، وها هو يبني في مدرسة قرآنية في مسعد، وإنسان خدم الخير ويمشي للخير، وين كان الخير يمشي له. وفقدنا هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الكريم، هذا الرجل الفنان اللي كان يفنن في البادية، اللي كان يفنن في الخيمة. هذا الرجل فقدناه، وإن شاء الله نعوضوه وما كانش التعويض تاعو. الحاج الأخضر لدي سؤال فقط، احنا نعرف بأنه فيه خيمة للشيخ عطلة كانت تقام فيها يعني جلسات من الشعر، كان يعني خيمة مميزة يتابعها الكثير من الجزائريين. أنتم على دراية بهذه الخيمة، كنتم تتابعونها، ولكن اليوم هي تفقد الشيخ عطلة. ماذا تقولون لرفقائه في الشعر؟ ماذا تقولون؟ هل ستستمر الخيمة؟ ما هو نداؤكم؟ أنا نوجه نداء، يعني أولا لقناة الشروق، يعني المدير تاعها راهو صديق،
ان شاء الله يكمل بخيمه الشيخ عطله هذه ما يطلقهاش، والشعراء هذو يكملوا ان شاء الله. وحنا يعني انا كفنان نقدر نعاونوا بزاف مع الماتريال تاعي، امور اهتمام خوتي كانوا يجوا يديروا معاه. ان شاء الله يكمل هذا الخيمه اللي بناها ما تسقطش، لان ماهيش خيمه الشيخ عطله هذه خيمه فنيه، لان لو راح الشيخ عطله كاين شعراء واحد اخرين وكاين فنانين من المنطقه والله يكملوا ان شاء الله، وخلوا وليداته صغار وماذا بين اولاده ان شاء الله هما يولي واحد فيهم يخرج ان شاء الله فنان كما هو. والخيمه هذه ما لازمش تهبط، ما نكذبش عليك، هو قامها مسكين بقوه، ان شاء الله يخليوها له ويعاونوا لي سبونسور، يعاونوه المدير تاع القناه ان شاء الله يعاونوا. وانا نداء ليه السي علي، خلي الخيمه تاع الشيخ عطله هنا في الادريسيه خليها تواصل، والشيخ عطله راهو حي ان شاء الله، والشعب راهم يدعوا له، كثروا له الدعاء برك ربي ان شاء الله. كل خطوه كل نصيحه كل شيء الفن تاعو اللي دار ان شاء الله ربي يدير له في ميزان الحسنات يا رب العالمين ان شاء الله. شكرا. اذا ان شاء الله تكون رساله قد وصلت من قبل الفنان الحاج الاخضر بان تستمر خيمه الشيخ عطله التي كانت تجمع الفنانين والشعراء. اذا كانت خيمه مميزه كان يتابعها الكثير من الجزائريين، ان شاء الله نتمنى لها الاستمراريه. اذا زميلتي فيروز، مشاهدينا في انتظار الجنازه الرسميه التي ستكون رسميه للشيخ عطله، ستقام على مستوى مقبره الادريسيه هنا بولايه الجلفه. الجنازه كما قلت ستكون بعد عصر اليوم بحول الله. اذا مشاهدينا نترحم على روح الفقيد الشيخ عطله، روح فقيد الاسره الفنيه الجزائريه، فقيد كل الجزائريين، نتمنى له الرحمه والمغفره ولعائلته الصبر والسلوان. عوده اليك زميلتي فيروز. نعم، شكرا لك رياض بوزينة، كنت معنا مباشره من